طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها شهاب رأية والمستهل بأهم وأبرز العناوين. رؤساء الدول والحكومات يهنئون بمناسبة عيد الاستقلال. معرض فني للمرأة بعيد الاستقلال. تنظيم انتخابات مدراء الضواحي في أعالي القاش. محادثات بين الأسد وبوتين. باكستان تقتل قياديا في جماعة متشددة. وأول امرأة في منصب مدير المخابرات المركزية الأمريكية. مرحبا بكم. بعث خادم الحرمين الشريفين ورؤساء جمهورية كوريا وجمهورية النمسا وأستراليا والهند والمملكة المغربية ولبنان والمكسيك بعثوا ببرقية تهنئة للشعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 27 لاستقلال البلاد. وقد أبرق مهنئا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ورئيس جمهورية كوريا مون جاي إين والرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا ألكسندر فان در بلين وحاكم أستراليا السير بيتر كوسغروف ورئيس الهند رام ناز كوفيند وملك المغرب محمد السادس ورئيس جمهورية لبنان العماد ميشيل عون ورئيس المكسيك إنريكو بينا نوتي متمنين دوام الصحة للرئيس إسياس أفورقي والسلام والازدهار للشعب الإرثي. وأكد الملوك والرؤساء على الاستعداد للدفع بعلاقات بلادهم مع إريتريا. افتتح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد الأمين محمد سعيد اليوم المعرض الفني الذي نظمه الاتحاد الوطني للمرأة بقاعة مكتب الاتحاد، وذلك بمناسبة الذكرى 27 للاستقلال. وأوضحت مسؤولة القسم الإدارة والمالية في الاتحاد الأستاذة زايد مسفن أن المعرض التشكيلي يعتبر جزءا من فعاليات احتفالات البلاد بعيد الاستقلال، وللاستفادة من المناسبة لإبراز دور ومساهمة المرأة الإريترية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وسيستمر المعرض حتى 24 من مايو. جرت انتخابات مدراء الضواحي في 14 ضاحية بمديرية أعالي القاش. وقال مدير المديرية السيد جيدي استيفانوس إن الانتخابات جرت لتبديل المدراء السابقين، داعيا المدراء المنتخبون لخدمة الشعب بتفان وإخلاص. وذكر مسؤول وحدة متابعة إدارات الضواحي والقرى والمشاريع السيد حمد فكي أن الخدمات الإدارية المقدمة في الضواحي والقرى تؤثر على الخدمات الإدارية التي تقدم على مستوى المديرية. تم حرق مساحة 490 هكتارا من المزارع التي تنمى بالأمطار الشتوية والسيول الهضبة، وذلك لإبارة دودة الحشد الخريفية التي ظهرت في ضواحي تلوك ومنشب وقدقد ووقيرو بمديرية الشعب. وقال خبير وقاية النباتات في المديرية الشاب تسفاتيون تخلى السنبت إن حملات التوعية المسبقة مكنت المزارعين من فرز دودة الحشد الخريفية من الآفات الأخرى وساعدت في مكافحتها. كما قام المزارعون في مديرية هايكوتا وأصحاب البساتين خاصة بحصد مزارع الذرة الشامية والذرة الرفيعة والدخن، وذلك لتوقي الحذر من دودة الحشد الخريفية. قامت وزارة الصحة بالتعاون مع فريق أطباء العيون البصر بإجراء عمليات جراحة حتامة عدسة العين أو بياض العين لأكثر من 410 مريض في مستشفى كرن، وذلك من أجل مكافحة العمى والأمراض التي تسببه. وأوضح المدير الطبي لمستشفى كرن الدكتور يافيت هايلا ميكائيل أن عمليات جراحة العيون جرت باستخدام أسلوب شعاع الليزر بالتعاون مع فريق البصر لطب العيون، مما يساعد للسيطرة على المرض سريعا. وقال مسؤول قسم طب العيون وخبير الجراحة في مستشفى كرن كحساي سيوم إن البرنامج كان ناجحا بفضل التجهيز المسبق لكل المعدات. وبعد أن ذكر بأن عتامة العين تسببها الشيخوخة والكدمات وأسباب أخرى، ناشد المواطنين عامة ومرضى ضغط الدم والسكري لإجراء الفحوصات بشكل مستمر.
وكانت عملية جراحة العيون قد أجرت من الثالث إلى السادس من شهر مايو الجاري في مستشفى قرار بمدينة مصوع ل 325 مريض. يسهم برنامج الادخار والقروض المستقرة بتحسين القدرات الاقتصادية للأسر بتوسيع خدماته إلى مناطق أوسع في البلاد. وأوضح المدير المؤقت للبرنامج السيد تافلاس مروم لوكالة إيرنا عن فتح فروع في جميع مديريات البلاد باستثناء سلعة ودهلك، مشيرا إلى أنهم يسعون لجعل المديريتين تستفيدان من فرص البرنامج. وقال السيد تافلاس مروم إن المال يحتاج إلى دراية جيدة لاستثماره وإدارته، مطالبا الزبائن بالاستفادة من القروض في مجالات مدروسة مسبقا كي لا يقعوا في الديون، بالإضافة للتفاهم مع أقرب مكتب للبرنامج في حال عدم نجاح الأنشطة التي يقومون بها. وتشير مستندات البرنامج الذي يقدم 5 أنواع قروض للتجارة والزراعة المطرية والزراعة المروية والأعمال الصغيرة والعمال، تشير إلى تقديمه الإرشاد والنصح قبل تقديم القروض. وقد بدأ برنامج الادخار والقروض المستقرة نشاطه عام 1996 ب 1500 زبون، ويقدم خدماته حاليا عبر 20 فرعا و664 بنكا ريفيا في الأقاليم ال6 للبلاد. مشاهدينا، فاصل قصير ثم الأنباء على الصعيد العالمي. قال الكرملين إن الرئيس السوري بشار الأسد سافر إلى منتجع سوشي المطل على البحر الأسود يوم أمس الخميس، وذلك لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركزت على الصراع في سوريا، في زيارة سلطت الضوء على وضع موسكو بصفتها الداعم للرئيس الأسد. ومنذ اندلاع القتال في سوريا في العام 2011 لم يسافر الأسد للخارج إلا نادرا، لكنه قام ب3 زيارات علنية إلى روسيا التقى في كل منها ببوتين. وخلال الاجتماع في سوشي هنأ الأسد بوتين على ولايته الرئاسية الجديدة بعد إعادة انتخابه في مارس، وشكر الجيش الروسي على دعمه لبلاده. وقالت روسيا إنها تدخلت عسكريا في سوريا لهزيمة المتشددين الإسلاميين الذين ينتهجون العنف وسيطروا على أجزاء من البلاد ويشنون هجمات بالقنابل والأسلحة على مناطق أخرى من العالم. وتقول الدول المنتقدة للأفعال الروسية من بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية إن روسيا تدعم قيادة الأسد الذي فقد الشرعية، وإن ضربات روسيا الجوية قتلت عددا كبيرا من المدنيين. قال الجيش الباكستاني إن الجيش قتل قياديين في جماعة عسكر الجنجوية الإسلامية المتشددة وانتحاريين 2 في مداهمة بإقليم بلوخستان في جنوب غرب البلاد. وأضاف الجيش أن العملية التي نفذها على مشارف مدينة كويتا عاصمة الإقليم استهدفت سلمان باديني قائد الجماعة في بلوخستان، وقتل خلالها ضابط في المخابرات العسكرية و4 جنود. وتعتنق جماعة عسكر الجنجوي فكرا تكفيريا، ونفذت عشرات الهجمات الدامية في بلوخستان على مدى العقدين الأخيرين، ومعظمها استهدف طائفة الهزارة الشيعية. وتحالفت الدول الإسلامية التي تنشط في منطقة الحدود التي تفتقر إلى حكم القانون بين باكستان وأفغانستان من قبل مع جماعات متشددة محلية مثل عسكر جنجوي لتنفيذ عدة هجمات. وقتل الإسلاميون المشددون آلافا في باكستان منذ بداية العقد الماضي. أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بتعيين أول امرأة في منصب مدير وكالة المخابرات المركزية CIA، وذلك بالرغم من دورها في برنامج الاستجواب الذي أعقب هجمات 11 من سبتمبر في عام 2001. وصوت 45 عضوا لصالح إقرار تعيين جينا هاسبل مقابل معارضة 45، وذلك بعد شقاق حزبي بشأن استخدام CIA أساليب الاستجواب في عهد الرئيس السابق جورج بوش، والتي كان منها الإيهام بالقرار. وأشرفت هاسبل المسؤولة بوكالة المخابرات على ما يعرف باسم الموقع الأسود في تايلاند في أعقاب هجمات سبتمبر 2001. ويأتي تعيينها بعد انتقال مدير الوكالة السابق مايك بومبيو لشغل منصب وزير الخارجية الأمريكي. وقد تعهدت هاسبل بعدم استخدام مثل هذه الأساليب مرة أخرى حتى لو طلب الرئيس منها ذلك. قامت السلطات الكولومبية بإجلاء نحو 5000 شخص من
من يعيشون في منازل على طول نهر كوكا غرب البلاد بسبب حدوث فيضانات عارمة نتيجة لمشكلات فنية بأحد السدود الكهربائية التي تبنى على هذا النهر. وذكر شبكة أخبارية أن السلطات الكولومبية تراقب عن كسب التطورات في السد الذي يحمل اسم التوانغو، ويعد أكبر سد كهربائي قيد الإنشاء في البلاد تحسبا لأي مؤشرات تفيد بأنه قد ينهار. من جانبها رجعت الشركة المالكة للسد المشكلات الحالية بالسد إلى كوارث طبيعية وقعت مؤخرا. شكرا لكم على حسن المتابعة.